السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فضاء طارق. موضوع اليوم هو موضوع حساس ومحرج بالنسبة لبزاف ديال الناس، وهو الفطريات ما بين الأصابع اللي كيؤدي إلى رائحة القدمين الكريهة. جربتي بزاف ديال الأدوية، بزاف ديال الأشياء، رائحة القدمين دائما بقات لك في رجليك، كتحشم تمشي عند العائلة ديالك، عند الأصدقاء ديالك، تتخاف لا يشموا ريحة رجليك الكريهة، كتبغي تنعس، كتجيك الحكة ما بين الأصابع، كتبقى تحك أيتما ما تحك دائما نفس النتيجة. العلاج كاين في جوج المكونات مزواجين في المنزل فقط، ما تمشي عند حتى شي واحد، علاجك كاين في دارك فقط، ولو هما الثوم وزيت الزيتون. ندوزو للمكونات. بسم الله على بركة الله. مكونات: هو الثوم، هو مضاد حيوي طبيعي عطاه لنا الله، موجود في الطبيعة في أي بلاصة ورخيص وما كانش شي حاجة. زيت الزيتون هو زيت الشجرة المباركة اللي مذكور في القرآن الكريم، والخصائص ديالو الطبية والنفعية بالنسبة للإنسان وجميع المخلوقات. كناخدو على بركة الله الثوم، كناخدو فص من الثوم أو 2 أو 3، داكشي اللي غنستعملو. كناخدوه كنحيدو ليه القشرة، أنا هذا راه ما محيدش ليه القشرة، اللي محيد ليه القشرة راه هنا صايبته مسبقًا. نحيدو القشرة، كنديروه في الخلاط الكهربائي، كنضيفو عليه زيت الزيتون على هذا الشكل، الكمية اللي نتا غادي تستعمل، كنهرسوه على هذا الشكل، أو كنديروه في الخلاط الكهربائي يصير عندنا خليط بحال هاكا، خليط على هذا الشكل. ملي كناخدو داك الخليط كنغسلو رجلينا بماء دافئ، كنغسلوهم، كنشفوهم مزيان، كناخدو كمية بحال هادي هكذا، بحال هاد الشكل، وكنديروها ما بين الأصابع ديال الرجلين هكذا، كنديروها هنايا، يعني تطبيق موضعي. كندلكو المنطقة مزيان باش يدخل داك الزيت وداك الثوم، حدنا كندلكو كنحسو بداك الشي تيحرقنا في رجلينا على هذا الشكل مزيان. أصابع القدمين كندلكوه مزيان، من بعد داك الفائض ديال الزيت اللي كيبقى لينا هنا كندهنو به الرجل كاملة من التحت على هذا الشكل. كنلبسو تقاشر عاديين، وكنخليوهم لمدة ربع ساعة، كنعاودو العملية المرة الأولى، الثانية، الثالثة، كنتهناو من الفطريات ما بين الأصابع للمرة الأخيرة. باي باي الفطريات، باي باي الرائحة الكريهة، باي باي الحرج مع الأصدقاء ومع العائلة. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم طارق، وشكرا.